السلام عليكم. النهارده هنعمل المسخن. هي أكلة فلسطينية بس جميلة جدا. أنا جربتها قبل كده وعجبتني، فالنهارده هنعمل مسخن. هنشوف بقى مقاديرها. أنا معايا فرخة متقطعة 4/4، ومعايا التوابل بتاعتها: معلقة بابريكا، بس المعلقة دي صغيرة، معلقة بابريكا ومعلقة كمون، معلقة فلفل أسود، ومعلقة ملح، ومعلقة كبيرة سمان، ومعانا ليمونتين كبار معصورين، ومعانا زيت زيتون. هنحط بقى المقادير هنا على بعض. هحط كل التوابل دي، وهحط عليها عصير الليمون، وهحط عليها كمان زيت زيتون اهو. الاكله دي كلها بتتعمل بزيت الزيتون، وهقلبها. ودي هتبقى التتبيله بتاعت الفرخه دي اللي هننقع فيها الفرخه. هننقعها كام ساعه؟ لقد ما تقدري تنقعيها. لو تنقعي قبلها بيوم برضو بتبقى كويسه، بتبقى جميله اهي. ازود لها شويه زيت تاني. هي كده معانا جاهزه. هحط بقى فيها الفراخ واقلبها. انا تبلتها وهي اساسها زيت الزيتون والسمان. هركنها بقى، اغطيها واركنها لغايه ما تتبل ونشوف هنعمل ايه. ده البصل بقى اللي بيتحط في المسخن. هنقطعه مكعبات كبيره او عايزينه جوانح زي ما انتوا عايزين قطعوه. وهنحط عليه زيت الزيتون وهنحطه على النار. هقطعه وارجع لكم. انا هنا قطعت البصل، قطعته جوانح كده اهو، بصص على كده اهو. حطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود صغيرين، وافضي بتاع 1.5 كوباية زيت زيتون، لان هو اصلا البصل بيطرى في زيت الزيتون، وهو ده اللي هنسقي كمان بيه العيش بتاعه. هقلبه واخليه على نار هاديه خالص. حطيت عليه شويه الملح، نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود صغيره. الزيت هو بيبقى كتير كده بالمنظر ده عشان يسوي فيه البصل يستوي من غير ما يلون ويطرى ويبقى شفاف. شويه كمان. اقلبه كده واهدي بقى عليه النار خالص عشان يستوي بقى براحته من غير ما يلون ولا ما يتحرق ولا يتلسع. اهو انا حطيته على النار اهو، وهديت عليه النار، وكل شويه اقلب فيه كده اهو عشان ما يلونش. دول يا جماعه 7 بصلات كبار، يعني اكتر من كيلو بصل. دول 7 بصلات كبار، اكتر من كيلو بصل. هنا انا معايا كيلو الا ربع دقيق، انا شايله منه اهو كيلو الا ربع دقيق. هحط عليه معلقه كبيره خميره، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه سكر برضو صغيره، واقلب المكونات دي كلها على بعض. احط عليها بقى كمان 4 معالق زيت زيتون، وبرضه هقلبها. انا مدفيه ميه، احط عليها ميه بقى وهعجنها واحده واحده واوريها لكم في الاخر. انا اهي عجنتها اهي، هي فيها تلزيقه شويه. هحط عليها بقى شويه زيت، اغطيها كده بالزيت، زيت صغيرين خالص كده اهي، بس كده. واسيبها تخمر، اسيبها تخمر بقى، وبعد كده ايه نقطعها ونشوف هنعملها ازاي. الميه حسب الدقيق، دي بياخد ميه كتير بياخد قليل، حسب الدقيق ملوش مقدار اهي.
سايبه البتاع خالص اهي. احطها كده واغطيها واحطها في فرن البوتاجاز، بس انا مش هشغله، انا هحطها بس عشان تدفع، عشان الجو ساقع. تاخد لها بتاع نص ساعه ساعه الا لغايه ما تخمر. ادي معانا البصل اهي دبلت اهي. الزيت بص لازم يبقى كتير كده فيها. هحط لها 3 معالق كبار سماق، معلقه الاكل الكبيره دي، وهقلبه. ومجرد ما بقلبه كده خلاص بطفي عليه النار واسيبه بقى يهدى قبل ما نعمل العيش. اللون ده بالشكل. ادي العجينه اهي خمرت، لما بتدوسي كده ما بيرجعش مكانه تاني، يبقى كده هي ايه خمرت. هنقطعها بقى ونفردها ونحطها في الفرن. اهنا اهو قطعت العجين وحطيته على دقيق، رشيت شويه دقيق كده وحطيته عليه، وبعدين هفرده بقى واعمله رغيفه واحطه في الفرن. وهنا ادي الفراخ اهي رصيتها في الصينيه، وهحط عليها شويه ميه مغليين. ادي كوبايه، ادي كوبايه اهي كده ميه مغليه، وهحطها في الفرن تستوي وهغطيها. احطها في الفرن تستوي براحتها، تاخد لها بتاع ساعه كده ولا ساعه وشويه لغايه ما تستوي، وبعدين نكمل. انا دلوقتي هرش عليها شويه سماق من فوق الوش وهحطها في الفرن. انا كده رشيت عليها فلفل اسود وشويه سماق من فوق الوش، وهغطيها واحطها بقى في الفرن تستوي. الرغيف اهو انا حطيته على قلب الصينيه على وشها، قلب الصينيه على وشها كده، وحط عليه الرغيف من فوق وبنغزه كده عشان خاطر ما يعلاش ويخمر تاني، وهحطه في الفرن زي ما هو كده. وده العيش انا عملته خبزته اهو اهو. هطلع بقى الفراخ وابتدي اطبقهم على بعض. البصل معانا اهو، وانا طلعت الفراخ اهي لسه مطلعاها، وده الصوص بتاع الفراخ مكان الفراخ هحطه هنا عشان ده اللي هنسقي بيه. انا كده حطيتها اهي وبلتها واحطها هنا اهو، واخد من السماق من البصل اقصد اهو، وهحطه كده عليه، وهكرر الطبقات لغايه ما اخلص العيش اللي انا عاملاه. برضو احط عليه البصل واخلصه بقى واوريهولكوا في الاخر. ابتدي بقى ارصص الفراخ واحط بقى عليها السماق الباقي زي ما هو كده بالصلصة بتاعته، وبعدين احطه في الفرن.